في وقت كان الطيران مجرد حلم بعيد، ظهرت بنت أمريكية اسمها أميليا إيرهارت، بنت معرفتش كلمة مستحيل وقررت تكتب اسمها في التاريخ كواحدة من أعظم الطيارات في العالم. خلينا نرجع مع بعض من البداية ونشوف إزاي بنت صغيرة من كانساس وصلت إنها تبقى أسطورة الطيران. كملوا معانا لآخر الفيديو، هنشوف تفاصيل عن حياتها ولغز اختفائها اللي محدش عارف يفسره لدلوقتي. إيميليا اتولدت سنة 1897 في مدينة صغيرة اسمها أتشيسون في كانساس. من وهي صغيرة كانت مختلفة، بتحب تكسر القواعد. مامتها ما حبتش تربيها كبنت رقيقة زي باقي البنات، لأ، كانت بتخليها تلبس بناطيل وتجري وتلعب بره زي الولاد. حتى لما جدتها اعترضت، إيميليا فضلت حرة ومتمردة. في 1917 وهي في أجازة الكريسماس راحت تزور أختها في تورونتو. وقتها كانت الحرب العالمية الأولى مولعة، شافت الجنود راجعين من الجبهة مصابين، فقررت تساعد. اتدربت على التمريض مع الصليب الأحمر، واشتغلت متطوعة في مستشفى عسكري. وفي وباء الإنفلونزا الإسبانية سنة 1918 كانت في الصفوف الأمامية بترعى الجنود، لكن للأسف اتعادت بالمرض وجالها التهاب رئوي والتهاب جيوب أنفية مزمن. المرض ده فضل معاها طول حياتها حتى وهي بتطير. بعد ما خفت ورجعت تعيش مع أختها، حضرت معرض جوي في تورونتو. فجأة طيارة حربية نزلت فوق دماغها وهي واقفة. اللحظة دي خلتها تحس إن الطيران بينادي عليها. بنفسها قالت: الطيارة الصغيرة الحمراء كانت بتقول لي حاجة. في 28 ديسمبر 1920 كانت مع والدها في لونج بيتش، وطلعوا مهبط طيارات. هناك شافت الطيار فرانك هوكس ودفعت له $10 عشان يطلعها رحلة مدتها 10 دقايق. الطيارة ارتفعت 300 قدم بس، لكن اللحظة دي غيرت حياتها. نزلت من الطيارة وقالت: لازم أتعلم الطيران. أميليا اشتغلت أي حاجة، مصورة، سايقة شاحنة، كاتبة اختزال، كله عشان تجمع $1000 لدروس الطيران. وفي 3 يناير 1921 بدأت تتعلم في مطار كينرفيلد. مدربتها كانت واحدة من أوائل الطيارات اسمها نيتا سنوك. أميليا راحت لها وقالت لها بصراحة: أنا عايزة أتعلم أطير، هتعلميني؟ أميليا اشترت جاكيت جلد ونامت بيه 3 ليالي عشان يبان قديم زي الطيارين، وقصت شعرها قصير. بعد 6 شهور اشترت أول طيارة ليها، طيارة صفرة صغيرة سمتها الكناري. سنة 1922 عملت رقم قياسي عالمي للبنات، وصلت 14,000 قدم. وبعدها بسنة بقت الست رقم 16 في العالم تاخد رخصة طيران من الاتحاد الدولي. ومن هنا بدأت الأسطورة. سنة 1927 تشارلز ليندنبرغ قدر يحقق إنجاز تاريخي ويعدي المحيط الأطلسي لوحده، وساعتها بدأ الحلم يروض ناس كتير، ومن ضمنهم أميليا إيرهارت. إيميليا كان نفسها تبقى أول ست تعمل الإنجاز ده، لكن كانت عارفة إن الرحلة خطيرة جداً. في الوقت ده ظهرت سيدة تانية اسمها آمي فيبس إست، عندها نفس الطموح، لكن إيميليا اختارت في الأول تبقى راعية للمشروع. وفي يوم عادي في شغلها، إبريل 1928، رن التليفون. كان الكابتن هينتون رايلي. سألها: عايزة تطيري عبر المحيط الأطلسي؟ الناشر جورج بوتنم عمل معاها مقابلة، وبعدها اتفقوا إنها ترافق الطيار ويلمر ستودز والمساعد لويس جوردن. أميليا كانت هتركب معاهم كراكبة، لكن كان ليها دور بسيط. يوم 17 يونيو 1928 الطيارة أقلعت من ميناء تريباسي في نيوفنلاند. بعد 20 ساعة و40 دقيقة بالظبط هبطوا في ميناء باري في ويلز. أميليا اعترفت وقالت: ستولز هو اللي كان سايق الطيارة طول الوقت، وأنا كنت زي شنطة بطاطس. لكنها كملت بحلم أكبر: يمكن يوم من الأيام أجرب أعملها لوحدي. لما وصلت إنجلترا يوم 19 يونيو استقبلوها بحفاوة ضخمة. هناك جربت طيارات مختلفة زي أفرو أفيان 594 وأفيان 2 اللي كانت ملك لماري هاث، وبعدها اشترت الطيارة ورجعت بيها أمريكا. لما رجعوا لأمريكا اتعمل لهم احتفالية ضخمة بعرض عسكري في نيويورك، وبعده استقبال رسمي في البيت الأبيض من الرئيس كالفين كوليدج. الدعاية ما كانتش بس وسيلة شهرة لأميليا، دي كمان ساعدتها تمول رحلاتها،
ومن أهم الفرص اللي جات لها إنها تبقى محرر مشارك في مجلة كوزموبوليتان. المنصب ده خلاها تروج أكتر لفكرة الطيران، وخصوصا دخول الستات المجال. سنة 1929 أميليا كانت من أوائل اللي روجوا للرحلات الجوية التجارية. شاركت جنب تشارلز ليندبرغ في التعريف بالنقل الجوي عبر القارات، واستثمرت في إنشاء أول خدمة مكوكية بين نيويورك وواشنطن. كمان بقت نائبة رئيس في الخطوط الجوية الوطنية، واللي اتعرفت بعدين باسم نورث إيست إيرلاينز. رغم شهرتها من رحلة الأطلنطي، أميليا كانت عايزة تحقق إنجازاتها الخاصة. عملت أول رحلة طويلة لوحدها، وبقت أول ست تطير منفردة عبر قارة أمريكا الشمالية. الرحلة دي كسبتها احترام الطيارين المحترفين. وبعدها وفي نفس السنة شاركت في أول سباق تنافسي لستات من سانتا مونيكا لحد كليفلاند، اللي اتسمى بعد كده باودر باف لاربي. لكن قبل خط النهاية حصلت حادثة. صاحبتها روث نيكولز طيارتها وقعت واتقلبت. أميليا جريت وسابت طيارتها وأنقذت صديقتها بنفسها، وبعد ما اتأكدت إنها بخير كملت السباق، لكنها وصلت في المركز الثالث. تصرفها كان دليل على شجاعتها وعدم أنانيتها. سنة 1930 مسكت منصب في الرابطة الوطنية للملاحة الجوية، وكانت شغالة على تسجيل أرقام قياسية للستات. وفي 1931 حلقت بطائرة بيتكيرن PCA-2 أوتو جايرو، وسجلت رقم عالمي في الارتفاع 18415 قدم. في نفس الفترة أميليا دعت لتأسيس منظمة 99 لدعم الطيارات النساء. الاسم جه من عدد الأعضاء المؤسسين، وأميليا بقت أول رئيسة للمنظمة في 1930. سنة 1934 لما سباق كأس بندكس منع مشاركة الستات، أميليا وقفت ضد القرار ورفضت تبعت النجمة ماري بيكفورد لافتتاح السباق. موقفها أكد إنها مش بس طيارة، لكنها مدافعة قوية عن حقوق المرأة في الطيران. في سنة 1935 أميليا انضمت لجامعة بيردو كعضو هيئة تدريس زائرة. كانت بتدي نصايح للبنات اللي عاوزين يدخلوا مجال الطيران، وكمان مستشارة فنية لإدارة الملاحة الجوية. وبعدها بسنة يوليو 1936 استلمت الطيارة الجديدة لوكهيد L-10E إلكترا، واللي كانت ممولة من جامعة بيردو نفسها. من هنا بدأت تحط خطتها للرحلة اللي العالم كله هيقف عندها، رحلة حول العالم. مش أول حد يلف العالم، بس أطول مسار ممكن، 29,000 ميل، 47,000 كيلو حوالين خط الاستواء. الطيارة اتعملت كأنها معمل طاير، لكن الصراحة الرحلة كانت أكتر استعراضية لجذب الانتباه وللترويج لكتاب جديد كانت ناوية تنزله. بدأت تختار طاقم الملاحة. أول ملاح اختارته الكابتن هاري مانينج، قبطان سفينة بريزيدنت روزفلت اللي رجعت بيها من أوروبا سنة 1928. بعدها ضافت اسم تاني مهم، فريد نونان، ملاح مشهور جدا بخبرته في البحر والجو. نونان كان لسه سايب شركة بان آم بعد ما أسس خطوط الطائرات المائية عبر الباسيفيك التشاينا كليبر، وكان كمان المدرب الأساسي لملاحي الرحلات بين سان فرانسيسكو ومانيلا. وكانت عاملة خطة للرحلة، وهي نونان يمسك أصعب جزء، الملاحة من هاواي لجزيرة هاولاند. بعد كده مانينج يكمل معاها لأستراليا، وأميليا بنفسها تكمل آخر جزء من الرحلة. المحاولة الأولى يوم 17 مارس سانت باتريك. أميليا بدأت رحلتها من أوكلاند كاليفورنيا متجهة لهونولولو هاواي. معاها في الطيارة فريد نونان، هاري مانينج، بول مانس طيار هوليوودي ومستشار تقني للرحلة. وصلوا هاواي، لكن الطيارة احتاجت شغل صيانة بسبب مشاكل في محركات الزيت ومحاور المراوح. بعد التصليح نقلوا الطيارة للوكفيلد في بيرل هاربر علشان يكملوا الرحلة. بعد 3 أيام الطيارة بتجهز للأقلاع من لوكفيلد. فجأة أميليا تفقد السيطرة وتعمل حلقة أرضية جراوند لوب. هنا الخلاف الكبير. في شهود من الأسوشيتد بريس
قالوا شافوا انفجار في كاوتش الطيارة. أميليا بنفسها قالت يا الإطار اليمين فرقع يا العجلة وقعت. بول مانتس مستشارها كان رأيه إنها غلطة طيار. النتيجة الطيارة اتدمرت بدرجة كبيرة، الرحلة اتلغت واضطروا يشحنوا الإلكترا بالسفينة لورشة لوك هيد في بيربانك كاليفورنيا علشان تتصلح. وأثناء ما الطيارة إلكترا كانت بتتصلح في كاليفورنيا، أميليا وجوزها جورج بوتنام بدأوا يجمعوا فلوس زيادة علشان يجربوا تاني. المرة دي قرروا يغيروا الاتجاه، بدل ما يلفوا من الشرق للغرب قالوا يبدأوا من الغرب للشرق. الرحلة في الأول اتعملت في سرية، محدش أعلن عنها. أميليا طلعت من أوكلاند كاليفورنيا ووصلت لحد ميامي فلوريدا، وهناك أعلنت رسمي أنا هلف حوالين العالم. السبب إنهم غيروا الاتجاه كان ليه علاقة بالرياح وحالة الجو اللي قابلتهم في المحاولة الأولى. المرة دي ما كانش معاها غير فريد نونان بس، هو اللي كان مسؤول عن الملاحة. انطلقوا من ميامي يوم 1 يونيو 1937، عدوا على أمريكا الجنوبية ومنها لأفريقيا، بعدين شبه القارة الهندية، ومن هناك جنوب شرق آسيا، لحد ما وصلوا يوم 29 يونيو 1937 لمدينة اسمها لاي في غينيا الجديدة. ساعتها كانوا قطعوا حوالي 22,000 ميل، تقريباً 35,000 كيلومتر، ومتبقي لهم تقريباً 7,000 ميل، يعني 11,000 كيلومتر، كلهم فوق المحيط الهادي. يوم 2 يوليو 1937 مع نص الليل بتوقيت جرينتش، أميليا ونونان أقلعوا من لي بالإلكترا، وكانت الطيارة تقيلة جدا بالوقود. الوجهة كانت جزيرة هاولاند، جزيرة صغيرة جدا وسط المحيط، طولها حوالي 2000 متر، عرضها 500 متر، وارتفاعها عن البحر بس 3 متر. مساحتها كلها كانت 4113 كيلومتر مربع. آخر إشارة اتبعدت منهم كانت عند جزر نوكومانو، على بعد حوالي 800 ميل 1300 كيلومتر من المسافة. وكان في سفينة اسمها إيتاسكا تبعت لخفر سواحل أمريكا واقفة قريب من جزيرة هاولاند، وظيفتها إنها تلتقط إشارات الطيارة وتوجههم للجزيرة أول ما يقربوا منها. الوصول النهائي لجزيرة هاولاند، بس هنا حصلت الكارثة بسبب سلسلة أخطاء أو يمكن سوء تفاهم، ولحد دلوقتي العلماء مختلفين على التفاصيل. محاولة الوصول للجزيرة فشلت. فريد نونان كان كاتب قبل كده عن مشاكل كبيرة بتأثر على دقة الراديو في الملاحة، وكمان في ناس بتقول إن أميليا نفسها ما كانتش عندها خبرة كفاية في التعامل مع جهاز بندكس الخاص بالهواء الحلقي، وده كان وقتها تكنولوجيا جديدة جدا. في رأي تاني بيقول إن المشكلة كانت فرق نص ساعة في التوقيت بين جدول إيتاسكا وجدول أميليا. هي كانت ماشية على توقيت جرينتش وهم ماشيين على التوقيت البحري. وبالإضافة لكده في دليل بيقول إن الهواء اللي تحت الطيارة ممكن يكون اتقطع وقت الإقلاع من لاي بسبب الحمل التقيل من الوقود. وفي شهادة من بول مانتس الطيار اللي ساعد في التخطيط بتقول إن أميليا ونونان في مرات قبل كده كانوا بيقصوا الهواء الطويل علشان بيتضايقوا من إعادة تركيبه بعد كل استعمال. الاتصال ما اشتغلش والإرشاد ما وصلش، وأميليا ونونان اتحطوا في مواجهة أخطر جزء من الرحلة وهم معتمدين بس على نظرهم والبوصلة. بعد اختفاء أميليا إيرهارت، واحدة من الفرضيات اللي اتقالت إن الطيارة ممكن تكون هبطت في جزيرة جاردنر اللي دلوقتي اسمها نيكو مارورو. الجزيرة دي أرضها مسطحة جدا لدرجة إن الطيارة تقدر تنزل أو تقلع في أي اتجاه من غير صعوبة كبيرة، وده فتح باب الاحتمال إن إيرهارت نزلت بالفعل هناك، ويمكن كمان خرجت من الطيارة وسبحت لحد الشاطئ. لكن لما اتعملت مراجعة للخرايط اكتشفوا إن شكل وحجم الجزيرة مش زي ما هو متسجل، يعني الخرايط فيها أخطاء، وده خلى البحرية الأمريكية تغير خططها وتوجه البحث للشمال والغرب والجنوب الغربي من جزيرة هاولاند، على أساس إن الطيارة يا إما وقعت في المحيط يا إما طافت فوق المية، أو إن الطيارين اضطروا يعملوا هبوط اضطراري بسبب حالة طوارئ. عمليات البحث الرسمية فضلت مستمرة لحد 19 يوليو 1937. العملية دي كانت هائلة. البحرية وخفر السواحل الأمريكي شاركوا فيها جواً وبحراً، واتكلفت وقتها 4 مليون دولار، وده كان أكبر وأغلى بحث
في تاريخ الولايات المتحدة لحد ساعتها. لكن المشكلة إن تقنيات البحث والإنقاذ وقتها كانت بدائية جداً، وكمان اعتمدت ساعات على افتراضات أو معلومات طلعت غلط. التقارير الرسمية كمان اتأثلت بقلق بعض المسؤولين من صورة الصحافة عن دورهم في عملية البحث، وكأن الاهتمام كان بالشو الإعلامي أكتر من الهدف الأساسي. ورغم كل الجهود الضخمة دي اللي شارك فيها حاملة الطائرات ليكسينغتون، السفينة الحربية كولورادو، سفينة خفر السواحل إيتاسكا، وحتى سفينتين يابانيين للمسح، سفينة كوشو والطائرة المائية كاموي، وغطوا مساحة ضخمة وصلت ل 150 ألف ميل مربع، حوالي 390 ألف كيلومتر مربع من المحيط. النتيجة كانت صفر، مفيش أي أثر لإيرهارت ولا نونان ولا الطيارة إلكترا 10E. لكن القصة ما خلصتش هنا. جوزها جورج بوتنام رفض يستسلم. أول ما البحث الرسمي وقف، هو بنفسه مول فرق بحث خاصة بالتعاون مع السلطات المحلية في جزر ومياه المحيط الهادئ القريبة، وركزوا على جزر جلبرت. وفي أواخر يوليو 1937 بوتنام استأجر زورقين صغيرين وجههم للبحث في مناطق زي جزر فينيكس، جزيرة كريسمس، جزيرة فانينج، جزر جلبرت، جزر مارشال. لكن للأسف برضو النتيجة ما اختلفتش، ما طلعش أي أثر للطيارة ولا ركابها. بعد اختفاء أميليا إيرهارت الغامض، اتشهرت كتير من النظريات والقصص حوالين رحلتها الأخيرة، بس أغلبها اترفض عشان مفيش دليل ثابت يدعمه. وده اللي خلى بعض النظريات تبقى جزء من الثقافة الشعبية. في فيلم فلايت فور فريدم سنة 1943 اللي أحداثه حوالين الحرب العالمية الثانية وبطولة روزاليند راسل وفريد ماكموري، الفيلم زود الأسطورة إن أميليا كانت بتتجسس على اليابانيين في المحيط الهادي، وممكن كمان اختفت في مثلث برمودا بناء على طلب إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت. بس لحد سنة 1949 يونايتد بريس وجيش أمريكا قالوا إن الشائعات دي ملهاش أي أساس، وكوكرين صديقة أميليا والطيارة بحثت في ملفات بعد الحرب وتأكدت إن اليابانيين ملهمش علاقة باختفائها. سنة 1966 نشر مراسل CBS فريد جورنر كتاب قال فيه إن أميليا ونونان اتقبض عليهم واتعدموا لما طيارتهم تحطمت في جزيرة سايبان، جزء من جزر ماريانا أيام الاحتلال الياباني. في نفس السياق كتب توماس ديفن اللي كان في الجيش إنه شاف حادثة أميليا، وبيقول إن في رسالة من بنت مسؤول ياباني والدها قال إنه شارك في إعدام أميليا. كمان واحد من مشاة البحرية الأمريكية روبرت ويلك قال إنه لقى حقيبة فيها أوراق أميليا في خزنة في سايبان. وأحد تاني اسمه إيرسكين جي نابرز قال إنه شغل جهاز لاسلكي في سايبان سنة 1944 وفك رموز رسالة تقول إن طيارة أميليا موجودة في إسليتو إيرفيلد، وبعدها حضر تدميرها. سنة 1990 برنامج Unsolved Mysteries عمل مقابلة مع ست من سايبان قالت إنها شافت الجنود اليابانيين بينفذوا الحكم، بس مفيش دليل يثبت أي من الكلام ده. حتى الصور اللي اتقال إنها لأميليا وقت الاحتجاز اتضح إنها مزورة أو أخدوها قبل الرحلة الأخيرة. ومن نهاية الحرب العالمية الثانية اتقال إن في قبر في تنيان على بعد 8 كيلومتر جنوب غرب سايبان في جثتين للطيارين، لكن الحفر العلمي سنة 2004 ملقاش أي عظام. انتشرت إشاعة إن أميليا قدمت نشرات دعاية للحرب للإمبراطورية اليابانية باعتبارها واحدة من النساء اللي اضطروا يخدموا كوردات طوكيو. جورج بوتنام بحث في الموضوع، وبعد ما سمع تسجيلات كتير معرفش يميز صوتها بينهم. وكمان ديفيد بيلينجز مهندس طائرات أسترالي رسم خريطة فيها رموز متطابقة مع رقم محرك طيارة إميليا وهيكلها، وبيقول إن موقع التحطم 40 كيلومتر جنوب غرب رابول. تخمينه كان إن إميليا حاولت توصل لرابول عشان تملى وقود، لكن البحث منجحش. سنة 2006 قناة ناشونال جيوغرافيك عرضت حلقة قالت إن أميليا نجت وانتقلت لنيوجيرسي وغيرت اسمها وبقت إيرين كريغ ميل بولام.
القصة دي كانت موجودة في كتاب سنة 1970 للكاتب جو كلاس. بولام نفت إنها أميليا ورفعت قضية تطالب بتعويض، وقدمت شهادة خطية نفت الادعاءات. الناشر سحب الكتاب بعد كده، والباحثين قدروا يوثقوا حياة بولام ويثبتوا إنها مش أميليا. كمان خبير الطب الشرعي كيفن ريشلين درس الصور ولقى اختلاف واضح بين أميليا وبولام. وبعد ما سمعنا كل النظريات والتحليلات، يا ترى انت شايف في حاجة منهم تكون حصلت؟ قول رأيك في كومنت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.